اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بتحطي ايه على الرز يا مميد؟ وهقول لكم على كل حاجة دلوقتي. هقول لكم على تكات وحركات وحاجات جميلة جدا في طريقة الكفتة. بجد اختلفت بطعمها وراحت في حتة تانية خالص. بجد والله يعني شوية حاجات بسيطة كده بس فرقت كتير قوي في الطعم. هقول لكم طبعا على كل التفاصيل واحنا شغالين في الفيديو. بس لو اول مره تشوفيني بقى، يا ريت كده تدعميني بلايك وكومنت حلو وتقولي رأيك في الفيديو دوت. وان شاء الله تجربي الحاجات اللي هقولك عليها، وان شاء الله الطريقة دي تعجبك. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي كده يومنا ونقول بسم الله. اول حاجة طبعا هنعملها ان انا هنقع الرز البسمتي ده، علشان يدينا افضل نتيجة. احنا عارفين طبعا ان الرز البسمتي لما بننقعه حوالي مثلا نص ساعة، مش اقل من نص ساعة، بيدينا نتيجة حلوة كويسة جدا. هنسمي الله كده ونبتدي. اول حاجه نعملها ان انا نقعت الرز وفي نفس الوقت قشرت البصل. وهعمله بقى ايه؟ لان احنا طبعا هنعمل كفته، وهاخد حبه صغيرين كده، يعني انا هزود بصلايه صغيره خالص هناخدها للرز. بيدته طعم حلو جدا. انا المره اللي فاتت عملته من غير البصل، بس بصراحه البصل فرق للاحسن. فطالما هعمل كده كده بصل بقى، قلت ايه ازود بصلايه صغيره كده واخدها للرز. اول حاجه عملتها بقى ان انا عملت البصل في الكبه، فرمته ناعم خالص بالمبشره اللي هي سنون رفيعه ديت. وكمان دلوقتي انا بصفيه عشان مش عايزه طبعا الميه بتاعته. هشيلها كده في طبق لوحدها وهصفيه خالص، علشان الكفته طبعا ما بتحبش ميه البصل. يعني ايه؟ بنخلي البصل ما فيهوش اي ميه خالص من بتاعه البصل. تمام. هصفيه واسيبه بقى ايه كده على جنب لحد ما احطه بقى في. دلوقتي هحطه في الكبه وهشغل عليها كمان اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه والبصل هشغل عليهم الكبه لحد ما يبقى فيها كده زي نسيج او فتل كده. هتدينا بقى نتيجه حلوه جدا. هحط بقى الملح والفلفل الاسود عليها وهشغل بقى عليها الكبه. هتدينا نتيجه حلوه. هوريكم دلوقتي اما اعملها هتبقى عامله ازاي. النسيج اللي فيها دوت بتبقى عامله زي العجينه كده. بتبقى وانتي بتصبعيها بقى بتديكي بصراحه يعني تصبيعه كده يعني حلوه. تضليعه كده على السيخ او الشيش طاووق اللي انت هتعملي فيه. وكمان هنحط بقى نص معلقه بيكنج باودر. هتخلي صباع الكفته هش، ومش يعني من جوه كده مجوف. وفي نفس الوقت مش هيكش، وطعمها حلو. بصوا انا كده لما عملتها في الكبه، بصوا بوريكم النسيج بتاعها، بصوا عامل ازاي. بجد نتيجه حلوه جدا. جربوها بقى وقولوا لي رايكم في الكومنتات. هنا بقى هحطها في العلبه كده لحد هحطها في التلاجة تتشمع كده شويه لحد ما اعمل الرز. وبعد كده يعني ايه، اطلعها اصبعها من التلاجة. سيبيها بقى نص ساعه ساعه على حسب ما انت ايه وقتك. انا سبتها شويه كده حلوين، لان ايه انا نزلت وبعد ما رجعت رحت ايه كملت بقى بقيه الاكل. هنا بقى حطيتها في التلاجة طبعا، غطيها علشان طبعا ايه ما تاخدش ريحة اي حاجة من التلاجة ولا تعمل ريحة في التلاجة. طبعا فيها بصل وكده، فعشان ايه برضو تغطيها يكون احسن. هنا بقى هبتدي نعمل الرز. حطيت كده معلقة سمنة ومعلقة زيت. وتبتدي بقى اول حاجة نعملها في الرز طبعا ان احنا نحط التوابل. نحمص التوابل كده في المادة الدهنية اللي انت حطيتيها، سواء سمنة او زيت او الاتنين مع بعض. التوابل بقى عبارة عن ايه؟ معلقة كركم، معلقة كاري. طبعا عشان احنا عارفين الرز البسمتي بيبقى ايه عايز الحاجات دي عشان يبقى اصفر كده. وكمان هحط البهارات بتاعه الرز اللي هو المبهر بتاعه مايوي. هقلبهم كويس جدا واحمصهم كده في السمنه واحط عليهم الرز. هجيب بقى طاسه تانية واحط بقى ايه التوابل بقى بتاعه الكبسه، بهارات الكبسة، واحط اللومي واللورة. هوريكم دلوقتي كل حاجة. هنا بقى ايه لاني كنت ناقعه الرز بقالي شويه حلوين، فقلت بقى ايه استعجل كده واشوحه كده في السمنه على النار عشان ما يبص مني. هنا بقى جبت طاسه وحطيت فيها معلقه زبده كده ومعلقه زيت عشان طبعا الزبده ما تتحرقش. والبصلايه الصغيره بقى اللي انا كنت راكناها على جنب زي ما قلت لكم في الاول خالص، ان انا ما حملتهاش ايه في الكفته. قلت بقى ايه اشوحها كده مع حبة توابل. هنا حطيت معلقة توابل كبسة، وحطيت معلقة كركم وكاري زي ما عملنا كده برضو الاول. وهنا بقى 3 4 ورقات كده لورا وقرنفل وحبهان
وايه تاني، ولومي. بصوا بقى اللومي ده هقول لكم على فكرة. عارفين بقى لما بيكون عندك ليمون كده وبينشف، ما بتر... ما است... يعني بصوا احنا الصراحة الاول بصراحة كنت برميه بصراحة. بس بقى جات لي فكرة ان انا بدل ما نشتري اللومي من عند العطار بقى، وهو بيبقى غالي، ماشي، فانا بقى لما يكون عندي ليمون كده احط 2 3 كده على الرخامة وينشفوا واستخدمهم. ايه رأيكم بقى في الفكرة دي؟ انا على فكرة جربتها وفعلا طلع جميل جدا، واداني نفس النتيجة اللي بنشتريه من بره، وده عندك احسن كمان يعني. عارفة مثلا ان هو مش بقاله كتير قوي متخزن كتير ولا حاجة عند العطار زي ما بنشوف كده مركون بقاله كتير، وبعدين لما بيكون عليه تراب بقى وهتغسليه وكده، فلا ده كده احسن. انا بصراحة هعتمد الطريقة ديت على طول. حتى المرة اللي بعدها انا عملت تاني يوم كنت برضو عندي ايه ليمون كده في التلاجة، خليته بقى ينشف على جنب وقلت ابقى استخدمه. هنا طبعا شوحنا بقى الرز مع الحاجات اللي احنا حطيناها، التوابل اللي حطيناها كلها لحد ما كده ايه اتغلف كله بالتوابل وبالسمنة. وكنت غالية بقى المية في الكاتل هنا علشان احطها على الرز على طول. وطبعا نحط بقى معلقة ملح كده ونسيبه بقى ايه تستوي كده على نار عالية شوية، وبعد كده وطيت النار. هنا بقى حطيت حبة زبيب كده عشان يستووا معاهم. بجد بيديني طعم حلو جدا. والله العظيم يا بنات الطريقة دي تحفة، جربوها كده وقولي رأيكم. عجبت ولادي جدا. هنا بقى طبعا لما تشرب شوية التوابل بتطلع كده فوق الوش، لو انت عايزة تشيليهم ممكن تشيليهم في الوقت ده، بس انا بصراحة ما شلتهمش في الاخر خالص. وانا بغرف شلت بس الحبهان علشان محدش يتضايق منه. طبعا احنا عارفين ان الحبهان لو جه في بق حد طبعا ما بيسميش بيبقى بيتعصب طبعا، فاحنا ايه نخلي بالنا كده ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه نشيله واحنا بنغرف الاكل يعني وكده، نشيل الحبهان. اي حاجة تانية بصراحة ما شلتهاش عادي، خليت اللومي في الحلة، واللورة والحاجات دي خليتها كده على جنب وخلاص وانا بغرف يعني. لكن الحاجة التانية هي دي بس، الحبان هو بس اللي شلته. نيجي بقى ايه نصبع الكفته. بصوا بقى لما طلعتها من التلاجة ما شاء الله اللهم بارك، ماسكه نفسها كده وانتي بتصبعيها كده ما بتنزلش من على السيخ ولا اي حاجه. لو عندك بقى السيخ اللي بتسني عليه المسن دوت اللي بتسني عليه السكاكين، او سيخ الفرن او اي حاجه، انا عندي القطعه البلاستيك ديت مستلماها على طول لتصبيع الكفته، بتخليها كده هشه من جوه ومفرغه كده وكويسه. والمكون بقى بتاع البيكنج باودر دوت، جربوه قولوا لي رايكم. هصبع بقى الكميه كلها، وما شاء الله اللهم بارك كان طعمها جميل جدا. هصبعها بقى وادخلها الفرن، واول ما قبل ما اطلعها كده بشويه هحط بقى ايه فحمايه على النار اهي. بصوا وريتها لكم اهيت كده، انا خلصت الكميه اهي صبعتها ودخلتها الفرن. بصوا ما غابتش معايا خالص. حطيت بقى ايه فحمايه كده على النار على عين البوتاجاز، وحطيت ورقة ألمونيا كده صغيرة، يعني مكعب كده ورقة ألمونيا عشان أحط عليها بقى إيه الفحماية. وهنا بقى حطيت عليها نص معلقة زيت. طبعا الريحة بقى مش قادرة أقول لكم، أقسم بالله يا بنات الريحة تحفة، كأنك واقفة عند الحاتي بالظبط. الريحة مش قادرة اقول لكم. بصوا المطبخ ما شاء الله بقت الريحة معبقة فيه بقى، وكنت مستمتعة صراحة. انا بحب الريحة دي جدا، ببقى مش عايزة اغطي الصينية علشان انا بحب ريحتها. لما غرفتها بقى بصراحة عجبت ولادي جدا، والف هنا وشفا لكل اللي كان منه. يا رب بقى الفيديو النهارده يعجبكم، ولو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش بقى اللايك كده والكومنت الحلو، وتقولي رأيك في الأكلة السريعة البسيطة دي اللي تشرفك قدام ايه ضيوفك، ولو عندك عزومة وعملتيها كده وحطيتيها في نص السفرة. بجد اللهم بارك، أكلة مشرفة وسهلة وبسيطة وما خدتش معانا وقت. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، وهستنى رأيكم بقى. وبصوا الرز مفلفل ما شاء الله، بصوا بوريهولكوا ايه يعني لحد ما غرفته كمان ما شاء الله. اللهم بارك. يا رب الفيديو يعجبكم.